سلام سلام، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. جبت لكم واحد الكيك زوينه بزاف اقتصاديه وكتنجح معاك. ودرتها بالفلون، يعني كيعجبني صراحه. بحال كنبغي نسقيها بالفلون، كتجي غزاله وتقدري تخليها بلا فلون، يعني تكون هكاك عاديه كيك بلا اضافات. كتجي زوينه وكتنفخ وكتنجح معاك بمكونات ساهله، وكتجي بحال شي بونجا مفشفشه تبارك الله. ان شاء الله يا ربي. كنتمنى بعدا يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وما كرهتش تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا من النصائح اللي غنعطيكم. نصائح جد قيمه، وبلا ما يكون عندك طراب ولا مولينكس ولا البراميكسور باش انك تطربي ولا شي حاجه، غير بالفوي ولا بالفرشيط صافي. يعني كيكه اقتصاديه وما كتستهلكش بزاف ديال الاواني. صافي. تقدري ديريها في فرن عادي، والمول اللي عندك ماشي بالضروره يكون مول موحد ولا. انا ان شاء الله غادي نبدا معكم طريقه التحضير، وما كرهتش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وان شاء الله نكبروا العائله ديالنا. يلا بلا ما نطول عليكم، نبداو في طريقه التحضير والمقادير اللي غادي نستعملوا. المهم عندنا 4 البيضات، انا استعملت في الاخير غير 3. كاس ديال السنيده، الخل، وكذلك عندنا قشور حامضه ولا قشور برتقاله، عندنا ياغورت و فاني وخمرة الحلوى والحليب، وعندنا تزيين الشكلاط فلون الا بغيتوها، والزيت. المهم كنستعملوا دوك 3 البيضات. البيض كيف ما قلت لكم راني ما درتش 4، درت غير 3. صافي لقيت انهم وافيين تبارك الله. ما كبار ما صغار. ويعني الكاس ما لقيتش كاس العنبه، تقدروا تستعملوا هذا، راه حتى هو قريب لكاس العنبه. غير زعما كاس العنبه مضبوط. المهم كديروا البيض مع السكر، انا نسيت الفانيلا تنديرها من بعد. الفاني. المهم كتحركوا مزيان، غير بالخاطر عليك هكا، وكتطربيه حتى كيولي بيض، والتكستور ديالو عاقده بحال هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا تبارك الله. الا عندك الباتور راه تقدري تطربيه مزيان، تضاعف الحجم ديالو. ما عندكش راه ما ديريش شي جهد كبير، راه غتنفخ كما قلت لكم. هنايا الفانيلا يلاه زدتها لانني كنت نسيتها، كنا ليا نورمالمون نديرها مع السنيده. المهم كنبقى نحرك بشويه باش ما يهبطش ليا داك البيض اللي طلعت، خاص يبقى في نفس الحجم. وانا راه ما كنديرش الزيت في الكاس نهائيا، كنديرها يعني ميزاني، لان الزيت شويه كيضر. والكيك الا بغيتيها تجي مزيانه معاكم مع الكاش وكتطلق لك ليدان في يديك، ديري غير القليل من الزيت صافي، ما تكتريش كاس ديال الزيت مالك يا اختي على حالتك. وكلشي غالي. المهم هانتوما كتشوفوا لا تيكستور ديال الخليط ديالنا كيفاش داير. صافي زدت انايا هذا مبشور ديال البرتقال. تقدري تزيدي مبشور ديال الحامض من الاحسن، كيعطي داك الطعم زوين تبارك الله. وكيعطي ديك النكهه ملي كتذوقي بحال هكا، كيجيك انك كتاكلي شي حاجه محمضه اولا. المهم راه تقدري تخليها كيكه عاديه، انت اللي بغيتي الشكل ديالها في الديزاين ديالها اللي بغيتي ديري فيها الشكلاط، بغيتي تزيدي فيها كاكاو، تقسمي هاد الخليط على جوج منين نساليوه ويولي عندك نص بيض ونص كحل. المهم هنا زدنا الياغورت، درتو راه ما صوتش لكم، تقطعت لي اللقطه. صافي. ونفس الكاس درت فيه الحليب، نفس الكاس ديال الياغورت، نفس هذاك الغرف ديال الياغورت درت فيه الحليب حتى هو. ياك صافي. فاش شفت بحال هكا زدت شويه. صراحه انا الكيك غير حاولت انني ندير معكم المقادير مضبوطه، بما انا كندير عيني ميزاني وكتصدق الطوب. وبالنسبه للخل درت ملعقه، يعني معلقه عبرتها وخليتها في داك الكاس باش ما تخواش ليا. صافي. وكنحرك كيف ما شفتو بالخاطر، لان ما بغيتش انا داك البيض يهبط ليا، حيت ضربت عليه تماره باش طلع بلا طراب. المهم كنزيد الدقيق بحال هكا حتى هو، ما كنعبرش في الكاس. خاص المهم الكيكه الا بغيتوها تخرجوها من الفران وهي طنفخات تبارك الله وطلعات ونجحات، انها ما تهبطش، ما ديروهاش خفيفه بزاف لا، راه كتهبط. ديروها كتهبط ولكن ماشي داك الهبوط، يعني الا حليتي عليها الفران كتفش. بغيتوها تكون كيف ما هي، كيف ما خرجتيها تبقى، كتري شويه دقيق، خاصها تكون عاقده وما خفيفاش ما ثقيلاش، فهمتوا؟ المهم تنوريكم سميتو اللقطه ديالها. صافي. وكندير 3 ديال خمارة الحلوى، هذا بيكين باودر، كل وحده فيها 7 غرام. كنديروهم نيت في الغربال كنصفيهم، فهمتوا؟ ما ديريهمش نيشان هكا في الخليط ديالك، راه كيكونوا فيهم دوك الحبيبات اجا مي يطربهم ليك، كيتزمتوا ما كيبقاو هكاك. كطربي شحال وانت ضربتي مجهود في داك البيض باش طلعتيه،
فهمتي كيفاش. المهم صافي كتبقاي كتخلطي بشويه بشويه حتى كتحصلي على خليط يعني معاقد هكا ما دقيقش بزاف وزوين وحتى واحد الريحه فيه ما شاء الله. الصراحه جربت انني نخلي البيض صفار وجربت انني نخلي البيض ابيض. هاد الطريقه زوينه ونفعتني. المهم كنزيد شويه بشويه الدقيق وما كنحركش بالسرعه يعني بشويه بشويه. الصراحه ما كديش ليك حتى 5 دقائق ديال الاستعمال 5 دقائق ديال او انك كتخدمي فيها صافي. شتي تبارك الله دغيا تفاعلات هذيك الخميره مع الخل دغيا تفاعلات يعني هذا باقا خدامه وتفاعلت ليا تبارك الله. عرفتي تبارك الله في الاخير تنفخ كيف ما شفتوها في الديبار ديال الفيديو. هاني مازال كان خصني دقيق يعني تقريبا الاجمالي شي 3 الكيسان ديال العنبه تقريبا. انا عبرت هكا بالتفصيل ما كنعبرش صراحه عبار داكشي كيدي الوقت وكيتوسخوا المواعين. انا صريحه معكم البنات. المهم ما علينا. هانتوما كتشوفوا الخليط ديالي كيفاش عاقد ودوك النقيطات راه غير المبشور ديال البرتقال شفتوا كيفاش جا تبارك الله ما شاء الله جات على مزيناتها. صافي كنحيد هذاك الفوي وكنجيب الباستول. صراحه هي زوينه غير خذوها والله كتنفع بزاف وما كتخليش لك دوك الزوائد هكاك في داك البول فاش خدمتي ما كتخليش لك دوك الزوائد. شوفوا كيفاش كتحيد راه كديرها غير 5 دراهم عند صحاب دوك اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات واقيلا شي 10 دراهم. ولكن البروميير هذه عندي دوزيام شريتها غير في المحل ديال مالين 5 دراهم. وهكا الخليط ديالي عاقد كنرسم دوك الخطوط ما كيهبطوش. المهم هذا هو المول اللي خديت. زوين تبارك الله وكبير ما عرفتش علاش في التصويره جا هكا وثقيل عرفتي الصوت ديالو. زوين صراحة أحسن من دوك ديال 260. هذا شريته في العرض ب25 درهم. المهم نوريكم كيفاش دهنوا الزبدة. كدهني على جميع الجوانب اللي كاينين في المول. المول ماشي المول. لأن هاد الزبدة أحسن من الزيت حتى هي كندير معها الدقيق ولكن ما كتخليش الكيك ديالك يلتصق نهائيا. وهذا المول هذا ما فيهش ديك الطريقه باش يلصق ليك ولا ما لصقتش ليا كاع الكيك. المهم كدهني مزيان كيف ما شفتوا دهنت المول بالزبده. كيف ما كانت عندك يا ليليا يا لابريري يا فاميلي المهم الزبده ديال الدهن. المهم وكنزيدو الدقيق كنديرو غير شويه. ونصيحه البنات التبسيط بقاو خدموا به احسن من الكاس لانه جاني مريح وعملي. كديري الدقيق هو الاول هكا في الصفايه باش كيتوزع وكيتفرق على بعضياتو صافي كتبقاي خدامه كدوري على المول حتى كتكمليه كامل بشويه بشويه وهو كيلتصق والبلاصه اللي يسق فيها الدقيق ما كيعاودش يسق فيها الاخر وبحال هكا كتسوسيه وكيزيد يخصك هكا كديريه في يعني في هاد الوسط ديك الجبل اللي في الوسط صافي حتى كتكملي العمليه كامله عاد كتصبي الخليط ديالك. وكيف ما كتشوفوا كيف ما كملت هذاك المول ديالي بالزبده دهنته بالزبده والدقيق. دابا شوفوا تبارك الله لا تيكستور ديال الكيك ديالنا ما شاء الله تبارك الله زوين وحتى هاد الباستيول كتنفع. المهم كنخويو الخليط وكنطلعو يدينا الفوق باش داك الهواء ما يكونش. صافي حتى كنساليو عاد كنضربو بالخليط ديالنا باش ما يبقاش فيه داك الهواء الداخل. وكيف ما كتشوفوا تبارك الله هاد الباستيل هادي راه ما كتخليش لك دوك الزوائد هكا وما كتضيعش لك النعمه وكتقتصدي. المهم راكم عارفين صافي وكتشوفوا هانتوما تبارك الله الحجم ديالها في المول قداش. كنحاول انني نساويها كيف ما قلت لكم. وتبارك الله ما شاء الله هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها تبارك الله تنفخات وطلعت الفوق وانايا بالعاني درتها هكا قياس لانها كبيره تبارك الله باش انني نزيد عليها هذاك الفلون. وصراحه كان عليا نخرجها من هنا ونديرها في شي هكا بول كبير شي عاد نضيف الفلون ولكن حتى هكا جا زوين وسقيتها بالحليب وتركتها على جنب خليتها ترتاح. شتي تبارك الله غير سقيوها بالحليب ولا بالسنيده والماء والفاني طيبوهم وسقيوهم. انا خرجتها سخونه وسقيتها بارده بالحليب بارد والعكس الا كانت هي بارده سقيوها بالسخون. المهم جبت الحليب كيف ما كتشوفوا درت معاه فلون جبت حجم كبير ولكن ما استعملتهاش كامله درت فيها النص ونص اخر احتفظت به. داك الشيء يعني ميزاني سبحان الله العظيم كيجي عبار. وانا راه ما عنديش نشا الا عندك نشا غير زيديه زيدي تقريبا نص معلقه صغيره ولا كبيره على حسب شحال الكميه اللي درتي ديال الحليب والفلون.
ومهم داك لي شات ليا أنا خبيته في هاد الساشي بحال هكا ورجعتو للكارطون ديالو. درت غلط، هزيت هاد الشكلاط ياك ولحتو في الخليط ديالنا ديال الفلون، ولكن تذكرت لأنني كنت كنفكر، تذكرت وأنا نقول لا راه خاص حتى نطيبو عاد نرجع ندير عليه الشكلاط لأنه يقدر يتحرق ليا هداك الشكلاط مع داك الحليب، فهمتوني؟ ما ديروش نفس الغلط، أنا حيدته. يلا تفكرت. ما تديرش عليا. المهم انا قلت نشارك معكم البساطه ديال البساطه. هادشي اللي كاين، تشهيت كيكه وبغيت نشاركها معكم. المهم نقربكم مني اكثر. صافي خلطته هو بارد. وتاني نسيت واحد الحاجه اخرى، زيدوا اليوم تضحكوا عليا. صافي حطيته فوق النار، صافي بديت كنحركو، كتبقاي تحركي حتى كيغلى باش ما يهبطش لينا لتحت، فهمتوا؟ صافي منين طاب لينا الخليط ديالنا عاد زدت ليه نسيت ما قلت لكم بلي راني زدت السكر، 3 المعالق ديال السكر راني درتهم وما تصوروش، هذا هو الغلط اللي قلت لكم الثاني. صافي وزدت هذاك الشوكولاته. شوفوا التبصيله شحال من حاجه ما صورتهاش حيت يد وحده ما يمكنش انك تصوري بها كل شيء، كتنساي ومع السرعه. صافي خليت الكيك ديالي على جنب كي قلت لكم، سقيتها بالحليب، من بعد بديت ثقبتها بحال هكا ودرت عليها شويه ديال الشكلاط. ولكن ما ديروش هاد الغلط اللي درت انا، درت لها بحال هكا هاد القطيب وبقيت ندير دوك هكا باش المهم كنفتحها باش يدخل معاها الخليط، حيت انا الصراحه كتعجبني منين كتبرد وتيكون فيها هاد الفلون، كتجي بنينه بزاف وشاربه تبارك الله. صافي وكتبقاو تخووا الخليط شويه بشويه، حيت انا ما خديتش مول اللي مسدوده ليه هاد الجعبه، شفتو كيخرج على برا. يلا اكتشفتها وانا بديت كندير بشويه، وداك الشكلاط تبارك الله كيدوب مع السخونيه، وفيها هي الشكلاط عرفتي واحد المذاق ما شاء الله. ما نعاودش لكم البنات، واعره. الا عندكم كاع شي مول هكا عريض غير ديروه. المهم زدت تاني حكيت عليها